واقف متسمر عندك كده ليه؟ يلا انزل البسين. هو احنا جايين نبلبط يا ليلى؟ اطلعي خلينا نظبط الحلقة. فكك بقى يا مهاب، انا عايزه اتبسط. اتبسطي يا ليلى واحرقي في دمي. وانت يا طنط مش ناوية تحرقي في دمي وتبلبطي انت كمان؟ انا كبيري اخد حمام شمس، انا مبسوطه كده. طول عمرك عاقلة يا طنط. طب يلا انزل العب مع مراتك شويه. هرد على الموبايل وبعدين ابقى انزل العب. الو؟ انا زهقت. زهقت ده اسمك ولا صفتك؟ مين معايا؟ كمان نسيت صوتي بالسرعه دي؟ اوعي تقولي لي انك نانو. يعني لو مش هيضايقك انا نانو فعلا. مع اني قفلت الصفحة بتاعتك انت والحاوي تماما، بس مش مشكلة. ايه بقى اللي مزعقك يا زهقانة؟ انا اكتشفت ان الفيلا الكبيره دي كبيره عليا قوي يا دكتور. هو انت لا عاجبك الكرتونة اللي ابوكي جابها ولا عاجبك الفيلا؟ انت عايزة ايه؟ يظهر كده ان الزيطه اللي بيعملها سيد الحاوي كانت بتملى فراغ الفيلا فعلا. خلاص لو الفيلا كبيرة عليكي بيعيها واشتري فيلا محندقة كده على قد. ما انا بفكر في كده فعلا. يا شكرا. وداني اتخرمت. اعملي لي جرين تي بس في الكاب بتاعي. حاضر مدام. بقولك يا دكتور الكلاب لسه واخدين جنب مني كده، ما تيجي تبص عليهم. انا في الغردقة. معقول يا دكتور تسافر من غير ما تقولي؟ واقول لك ليه؟ هو انت من بيت عيلتي؟ هو انا مش قلت لك ان انا مسؤوله منك؟ وبعدين انا مش لاقي حد اتكلم معاه اصلا. ما تكلمي يا ابوك يجي يقعد معاكي، ولا هو عجبته القعده في الكرتونه؟ بابي هيفضل مستخبي لحد ما يطمن ان سيد الحاوي شالني خلاص من دماغه. سيد الحاوي شالك من دماغه، بس المشكله انه مش عايز يشيلني انا من دماغه. انت بتقول كده ليه؟ عشان سيد الحاوي داخل عليا. اقفلي يا نانو. اوعى تقول لي ان دي صدفه يا حاوي. يعني انا سبت لك الشيخ زايد ومحافظه الجيزه كلها وجيت الغردقه عشان الاقيك في خلقتي؟ مفيش حاجه في الدنيا صدفه، كل حاجه معمول حسابها. وانت بقى ضارب المشوار ده كله عشان تقول لي حكمه اليوم؟ ايه اللي جابك يا حاوي بيه؟ انا رحت الجامع يا مهاب. يا ابني دي حاجه بينك وبين ربنا، بتقولها لي انا ليه؟ طب ايه يا جماعه، هنفضل واقفين كده؟ ما تيجوا نقعد في الكافيه. لا معلش يا اخت انجي، انا قررت اقضي الويك اند كله واقف. ها، مش الست زينب اللي قاعده هناك دي؟ سيبك من الست زينب والست حلاوتهم وخليك معايا هنا. ساحب انجي في ايدك وجاي هنا ليه يا حاوي بيه؟ ما هو انا مش هعرف اتكلم وانا واقف، الموضوع كبير قوي. مش كده يا انجي؟ بصراحه هو كبير اوفر. بص يا انجي، انا هتجاهل الراجل الغريب ده وهتكلم معاك انت. اوكي اتفضل. انا كانسان عادي واقل من العادي من حقي اقضي الويك اند مع اسرتي المتواضعه المحندقه دي من غير ما حد يطب عليا ويقرفني في عيشتي، ولا انا غلطان؟ لا طبعا حقك يا دكتور. طب يا ريت بقى تاخدي الافندي بتاعك ده وتتكلوا على الله من هنا. يلا. للاسف ما ينفعش، الموضوع ملح جدا. يعني انت مصر؟ ايوه. اوكي، انا في البسين وهقضي الويك اند كله في البسين. عايزني؟ تعالى. سلام. استنى يا دكتور، انا ما بعرفش اعوم يا مهاب. هو انت واقفه تتفرجي عليا؟ طب عايز نعمل ايه؟ هاتيلي عوامه وزه ومايو. اوكي. اخيرا نزلت البسين يا مهاب. تعالي نروح في الغريق بقى. ما هنا حلو وخلاص. كلام في سرك، سيد الحاوي هنا. يا دي المصيبه، هو ورانا. انا خايف في يوم ادخل الحمام الاقيه طالع لي من البلاعه. يا دكتور انا جاي لك يا دكتور، استناني. اختصي يا ليلى اختصي. حاضر. انت رحت فين يا مهاب؟ هو راح فين يا انجي؟ راح هناك ناحيه شلال الميه. طب زقي العوامه الوزه كده قبل ما يختفي تاني. طب خف نفسك شويه. هي مين اللي مع الحاوي دي؟ مديرة اعمال. طب ما يتجوزها ويخلصنا. ما انا قلت له كده، بس واضح ان نانو عامله له عمل. ده اسمه كلام يا دكتور تبهدلني معاك كده؟ الميه دخلت في مناخيري. انت لسه شفت حاجه؟ ده انا هروقك. طب ممكن نبعد عن الشلال ده؟ الحقيقه يا ليلى، ده عايزنا نبعد عن الشلال. لا، ده احنا جايين من مصر مخصوص عشان نقعد تحت الشلال. لا، احنا هنقضي ال4 ايام كلهم تحت الشلال، هننام تحت الشلال. وبعدين انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ اصل انا رحت الجامع. هو انت اكتشفت الموضوع ده فجأة؟ يا ابني احنا بنروح الجامع من يوم ما اتولدنا عادي. لا انا كده بقى هبتدي اتعصب. على فكرة لو صوتك عالي تاني انا هخرم العوامة الوزة دي. سيبه يكمل يا مهاب، انا قربت ابوش من الوقفة تحت الشلال. انا قابلت شيخ الجامع وفتح لي باب الامل. هو موارب شوية بس مش مشكلة. قال لك طبعا ان نانو لو اتجوزت واتطلقت تبقى حلالك وينفع تتجوزها. ايه ده؟ انت قابلت الشيخ ده ولا ايه؟ طب افرض بقى ان نانو حبت جوزها الجديد وهو حبها
ومرضاش يطلق. انا قلت له كده يا مدام ليلى. دي عارفة اسمي يا مهاب الحق. انجي دي لهلوبة، عارفة كل حاجة، عارفة كل الأسامي. لو العريس نشف دماغه انا هخليها ارمله. على فكرة بقى ده مجنون ويعملها. يعني اللي هيتجوز نانو يا يطلقها يا يتقتل. ايوه، ها قلت ايه؟ أنا من ناحيتي موافق.